لو حابب تتفرج على ملخص اول حلقتين هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. في اخر الحلقة التانية بنلاقي حد بيبعت للسفاح مسج انه عايف عنه كل حاجة، وبيقول له ان عايز منه $500,000 وانه لو ما خدش الفلوس دي هيبلغ البوليس. السفاح ما بقاش عارف يعمل ايه ولا ايه، ومش عارف اللي بيكلمه ده عارف عنه ايه ولا ايه. والتاني قاعد يشتغله في اللزيق ويخوفه ويبعت له كل شوية مسج ويهدده انه هيبلغ عنه لو ما جابلوش الفلوس. فقام السفاح قال له الفلوس هتبقى عندك في خلال يومين. يمكن يقدر يعرف مين اللي بيبعت له المسجات دي في خلال اليومين دول، بس برضه معرفش، وما كانش قدامه حل تاني غير انه يسلمه الفلوس. واتفقوا على مكان وميعاد محدد، واللي بيبعت له المسجات دي قال له سيب الفلوس في العربية البايظة اللي جنب المتيو وامشي. والسفاح عمل كده فعلا، وجات واحدة تاخد الشنطة اللي فيها الفلوس. هوب قام السفاح ضربها وخطفها، وطلعت واحدة شغالة معاهم في المصنع وبنت الراجل الكبارة ده اللي ماسك حسابات المصنع. وقام السفاح خلص عليها وكسر دماغها. ومش بس كده، ده راح وزى ابوها انه ما يعملش محضر اختفاء، وقال له بنتك ممكن تكون كان ماشيها شمال وتفضحكوا، ولا يومين وترجع ويبقى عملت محضر ازعاج سلطات. وقعد يخوف الراجل عشان ما يسألش عن بنته. وبعد كده البت فادية الغلبانة اللي على طول بتقوله يا ابيه، بس مش عارفين ايه هي صلة القرابة اللي بينهم، اديت له ال45,000 جنيه اللي طلع بيهم من الدنيا على اساس انه هيشغلهم لها. بس طبعا نصب عليها ولا ادالها اي حاجة، لحد اما الفار فضل يلعب في عبها وخلاها تتصل بيه وتقعد تزن عليه، لحد اما السفاح زهق منها وقال لها عناية الاتنين، وخلاها تجيله المصنع. وقام مسكها من شعرها وجاي يخلص عليها. هوب هي قدرت تضربه بإزازة وفتحت دماغه، بس ابن الجزمة ما بيموتش بالسهل، وقام هو اللي خلص عليها بطريقة بشعة جدا وكسر نافوخها. ومش بس كده، ده كان في واحد قريبها جه يسأل عليها، فقام مخلص عليه هو كمان. ده القتل بقى يجي في دمه، ده انت سفاح جدا يا عم انت. في بقى بعض المشاهد اللي المؤلف والمخرج حطوها في المسلسل عشان يبرروا الى حد ما العدوانية اللي فيها السفاح ده، وليه هو بيقتل كل ضحاياه بالوحشية دي. والمشاهد دي كانت عبارة عن ان علاقته بامه وابوه ما كانتش احسن حاجة، وان امه على طول كانت بتعذبه وتضربه وتحبسه. ومش بس كده، ده امه وابوه كانوا على طول بيتخانقوا، وابوه كان بيمسك امه بيديها العلقة التمام لحد ما هي فاض بيها الكيل، ومسكت ايد الهون ونزلت بيها على دماغ جوزها وقعدت تكسر في دماغه. ده كله وجابي كان شايف كل اللي بيحصل ده. ما علينا بقى من الهبد ده كله. بعد كده بنلاقي السفاح واخد الجثث اللي خلص عليها ودفنها، وبعد كده بقى بيروح لزينة حبيبته اللي ما بيرتاحش غير معاها ويقعد يحكي لها على كل حاجة. واللي بعد كده البوليس بيكتشف جثة صاحبتها هالة اللي كانت قايلة لأهلها إنهم مسافرين دبي يشتغلوا هناك موديلز. وبنلاقي المخرج والمؤلف بيتوهونا كده في النص، وبيجيب إن زينة دي بتقول للسفاح إن هالة ماتت مش عارفة ليه ومش عارفة أعمل إيه وتعالى انقذني دلوقتي. فهو قال لها انت اللي لازم تتصرفي دلوقتي وتشيلي هالة كمان في الشنطة وتاخدي فلوسها، لان فلوسها هتنفعنا في الوقت ده. وزينة بتسمع كلامه وبتنفذه بالحرف. وطبعا بعد ما البوليس اكتشف الجثة قعد يحقق مع اهل زينة وجوز اختها اللي هو محيي. بس كالعادة البوليس ما بيقدرش يوصل لأي حاجة، وده طبيعي عشان المسلسل يطول حبتين. ويعتبر بتخلص على كده الحلقة الرابعة. بس بصراحة في شوية تفاصيل وشوية نقط واقعة من المؤلف والمخرج، زي ان هل مبرر لو امه وابوه كانت علاقتهم بايظة ابنهم يطلع سفاح؟ بلاش كده. هو ازاي عايش بكمية الشخصيات دي في نفس الوقت مع انه شخص عادي جدا ومش ذكي جدا مثلا انه يدوخ البوليس وراه بالشكل ده؟ بس في نفس الوقت المسلسل واضح جدا انه متعوب فيه، ويمكن كل التفاصيل دي تبان بعد كده، خصوصا ان كل حلقة بنكتشف حاجة جديدة. يمكن في الحلقات الجاية كل التفاصيل تبان. وبيخلص الفيديو على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه بس تعمل كومنت عشان ابطل.